بعد ما سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى هذا فراق بيني وبينك، بدأ يشرح له بقى ايه اللي كان مستخبي ورا كل موقف حصل في الرحلة، وليه كل حاجة كان سيدنا موسى شايفها غلط ومش قادر يستحملها. أول حاجة كانت السفينة. سيدنا موسى والخضر ركبوا سفينة وأصحابها كانوا ناس غلابة جدا ومساكين، ومع كده خدوهم معاهم من غير ما ياخدوا منهم أي فلوس. وفجأة سيدنا الخضر عمل حاجة غريبة جدا، خرم السفينة. فسيدنا موسى طبعا ما قدرش يسكت وقال له أخرجتها لتغرق أهلها؟ يعني أنت بتخرم سفينة ناس غلابة ساعدونا وركبونا ببلاش؟ سيدنا الخضر قال له السفينة دي أصحابها بيشتغلوا عليها ودي مصدر رزقهم الوحيد، وكان في ملك ظالم بياخد كل سفينة سليمة غصب عن أصحابها. فهو لما خرم السفينة خرم خرم بسيط كان في الظاهر إن هو يبوظها، لكن في الحقيقة كان بينقذها. الملك لما يشوفها مخرومة هيسيبها وأصحابها يقدروا يصلحوها ويرجعوا يشتغلوا بيها تاني. يعني الحاجة اللي سيدنا موسى شافها مصيبة كانت في الحقيقة حماية ورزق. وبعدين حصل موقف أصعب بكتير. سيدنا الخضر شاف غلام صغير فقتله، فسيدنا موسى اتصدم وقال له قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني ده طفل بريء عمل ايه عشان يتقتل؟ وهنا سيدنا الخضر وضح له ان الغلام ده لو عاش وكبر كان هيطغى ويكفر وهيكون سبب في فتنه وبلاء شديد لابوه وامه، وهم كانوا مؤمنين. فربنا رب رحمته انه يقبضه ويبدلهم خيرا منه ولدا صالحا بر بيهم. وده موقف صعب جدا على اي اب وام، لان الانسان بيحكم باللي شايفه قدامه، لكن ربنا وحده عالم باللي كان هيحصل بعد سنين. وبعدين وصلوا لقرية أهلها كانوا بخلة جدا. سيدنا موسى وسيدنا الخضر طلبوا منهم أكل وضيافة، وأهل القرية رفضوا حتى إن هم يضيفوهم. ومع كده وهم خارجين سيدنا الخضر لقى جدار على وشك إنه يقع، فقام بناه وصلحه. سيدنا موسى قال له طب ما دام أهل القرية دول رفضوا إن هم يدونا أكل، كنت تاخد منهم أجر على تصليح الحيطة دي ونشتري بيه أكل. فسيدنا الخضر قال له الجدار ده كان تحته كنز الوالدين يتيمين، وأبوهم كان رجل صالح، فلو الجدار ده وقع الكنز كان هيظهر وأهل القرية كانوا ممكن ياخدوه من اليتامى دول. فربنا حفظ الكنز للاتنين دول لحد ما يكبروا ويقدروا يستخرجوه بنفسهم. والكلمة اللي بتقف عندها هنا فعلا هي وكان أبوهما صالحا. شفت الحكمة؟ صلاح الأب والأم كان سبب في حفظ حق أولاده حتى بعد ما غاب عن الدنيا. وفي النهاية سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى وما فعلته عن أمري، يعني أنا ما عملتش الحاجات دي من دماغي ولا كنت بتصرف بنفسي، كل ده كان بأمر ربنا وعلمه وحكمته. وعشان كده القصة دي بتعلمنا حاجة عظيمة جدا، إنك مش دايما هتفهم ليه ربنا منع عنك حاجة أنت كنت عايزها، ومش دايما هتفهم ليه باب اتقفل في وشك أو طريق وقف أو حاجة كنت متعلق بيها راحت منك. انت ممكن تكون شايف ان السفينه اتخرمت ومش عارف ان الخرم ده هو اللي هينقذها، وممكن كمان تكون شايف ان حياتك اتعطلت ومش عارف ان التعطيل ده حماية